شيكابالا اللي في 475 ماتش قدر يسجل 90 جول، أما علي معلول في 477 ماتش قدر يسجل 90 جول، متساويين. ولكن بمناسبة أنباء اعتزال الثنائي سواء شيكابالا أو علي معلول قررنا نعمل مقارنة خفيفة بين الاتنين، وطبعا حاطين في الاعتبار إن احنا بنتكلم هنا عن حد جناح ومهاجم وبنتكلم عن مدافع. ولكن تفتكر مين ممكن يكسب المقارنة، شيكابالا ولا معلول؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات واطلع كمل الفيديو. يلا بينا يلا بينا. اما معلول في عدد الماتشات دي عامل 126 اسيست، وشيكابالا عامل 108 اسيست، بمعدل مساهمات الاتنين سواء اهداف او اسيستات. معلول 216 هدف، اما شيكابالا بقى 198 هدف. عارف هتقولي ان اللي يهمني البطولات، كل واحد عمل من الاتنين ايه في البطولات. هقولك بقى يا سيدي ان المقارنة اللي احنا عاملينها لك دي عاملينها لك على مستوى جميع الاندية، يعني جميع الاندية اللي لعب فيها معلول وجميع الاندية اللي لعب فيها شيكابالا. معلول مع انديته محليا قدر ياخد 16 لقب محلي، على عكس شيكابالا اللي قدر ياخد 10 القاب محلية. ولكن قاريا عزيزي المتابع والمشاهد، قدر شيكابالا ما يفوزش غير ب4 القاب قارية، على عكس علي معلول اللي قدر ياخد 7 القاب قارية. اما على المستوى العالمي والدولي قدر علي معلول ياخد 4 ميداليات عالمية وكلهم مع النادي الاهلي، على عكس شيكابالا اللي ما قدرش ياخد ولا لقب عالمي. ودي بقى يا سيدي كانت مقارنة بين الاتنين لمجرد المتعة وبس، ملناش دعوة بقى بالتعصب وبأي حاجة. علي معلول قدر رقميا انه يفوز على شيكابالا، بس تفتكر فعلا الاتنين هيعتزلوا ولا الاتنين لسه مكملين في الملاعب اكتر واكتر من كده؟ خلينا متفقين ان ده اسطورة اهلاوية وده اسطورة زملكاوية، شئنا ام ابينا فالاتنين لعيبة كبار، ملهاش دعوة بالارقام، ملهاش دعوة بأي حاجة. دي كانت مقارنة بسيطة، وسيب لنا رأيك بقى في الكومنتات، هل معلول استحق انه يفوز رقميا ولا لأ؟ سلام.